ازاي الهاكر يقدر يعرف باسورد الواي فاي بتاعك بطريقه سهله جدا عن طريق السوشيال انجينيرنج؟ لا وخد اللي جاي دي كمان، انت هتكون السبب في كده، ده من غير ما تقصد طبعا. وانس انه عمل كونكت على الشبكه بتاعتك، استلم بقى يا معلم. يقدر يعمل ما بداله ويعرف كل جهاز بيعمل ايه في الوقت الحالي، ده غير الاكونتات اللي يقدر يسرقها ومعلومات تانية كتيره جدا. وهعرفك في اخر الفيديو تقدر تعمل ايه عشان تتجنب انه يحصل لك كده وتحافظ على الشبكه بتاعتك وعلى موبايلك. لكن تحذير، اوعى تستخدم اللي انت بتعلمه هنا علشان تاذي بيه اي حد، ده للمعرفه فقط، وانك تاخد الاجراءات المناسبه علشان تقدر تحافظ على الشبكه بتاعتك وعلى نفسك من الاختراق. وتعالوا نبدا. لو تفتكروا في بدايه مسلسل مستر روبوت لما ما كانش عارف يعمل هاك على شخص معين، فراح عند بيته وطلب منه موبايله علشان يعمل منه مكالمه، لان موبايله فصل شحن وهو عايز يطمن على والدته. المهم ان الشخص اداله فعلا الموبايل وعينه عليه بحرص. صاحبنا اخد الموبايل وعمل حاجه فيه، وبعدين عمل ان هو بيرن على رقم معين وعمل رنه، وبعد كده مسح الرقم واداله الموبايل تاني وقال له ان الرقم ما بيردش وشكرا جدا ليه. ولما رجع البيت قدر انه يعرف كل حاجه عن الراجل ده وقدر انه يسرق كل الاكونتات بتاعته. المهم هنا بقى اعرفك ازاي ممكن تعمل معاك حاجه زي كده، ودي طريقه من طرق كتيره جدا، وافتكر الجمله دي كويس. بدايه العملي. هنا الهاكر عايز بس انه يدخل للشبكه بتاعتك، فبيدور على اي طريقه وبيجرب طرق كتيره جدا. فممكن يجرب معاك طريقه السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه، فهيطلب منك موبايلك لعمل اتصال لان موبايله خلص رصيد، وبعدين هيمسك موبايله وكانه بيجيب الرقم اللي هو هيتصل عليه، وبيكون مجهز الكاميرا والفيديو طبعا افضل من الصوره. من موبايلك بقى هيدخل على الاعدادات وهيفتح كونكشنز وهيختار واي فاي وسيتنجز. تحت كده هيضغط على كيو ار كود وبس كده، وهيصور الكيو ار كود ده بالموبايل بتاعه وانت مش واخد بالك. وبعدين هيكتب اي رقم هو حافظه ويعمل ان هو بيرن عليه، وبعدين هيمسح الرقم ويقول لك شكرا ويمشي. هنا بقى انت وقعت في الفخ ده، لان الكيو ار كود ده يقدر يجيب منه باسورد الشبكه بتاعتك. طب ازاي الكلام ده؟ هيروح على zxing.org وهيرفع صوره الكيو ار كود دي من تشوز فايل، هيختار الصوره وبعدين سبميت، وبعدين بص هنا كده ده هو الباسورد. ودلوقتي يقدر يعمل كونكت على الشبكه بتاعتك عن طريق الكيو ار كود اللي هو اخده منك بطريقه سهله جدا. فدلوقتي بقى معاك على الشبكه، ويقدر يعمل سكان على كل الاجهزه اللي في الشبكه دي ويعرف معلومات عنها ويشوف كل الثغرات اللي في كل جهاز، واللي بعد كده هيستغل الثغرات دي علشان يدخل على الاجهزه دي زي ما شرحنا طبعا بالتفصيل في الفيديو اللي فات، تقدر تروح تشوفه. وممكن كمان يقدر يعمل اكتر من هجمه زي المان ان ذا ميدل اتاك MITM. وبدل ما الترافيك بتاعتك اللي هي اي حاجه انت بتعملها على النت سواء تصفح او غيره، بدل ما تطلع على سيرفر الابلكيشن الاول، او بدل ما تطلع على الموقع اللي انت كاتبه او اي حاجه انت بتعملها على النت، هتروح عليه الاول وهو هيشوفها ويغير فيها براحته، او ممكن يبعتها ليك زي ما هي علشان يبين ان مفيش اي حاجه حصلت زي اليوزر نيمز والباسوردز واي حاجه انت بتعملها على النت. ده لانه بقى هو المتحكم دلوقتي في اي حاجه انت بتعملها. ده غير البروت فورس اتاك واللي منها يقدر يعرف كل باسورداتك واليوزر نيمز بتاعتك، ده طبعا لو اول هجمه ما نفعتش اللي هي MITM. والبروت فورس اتاك دي كنا عرفنا ازاي نقدر نعملها في الفيديو اللي فات. يقدر برضو انه يبعت لك صفحات وهميه، المهم ان هو هيكون مسيطر بنسبه كبيره جدا على اي حاجه انت بتعملها. ده غير الداتا اللي ممكن يسرقها من على الاجهزه دي زي الصور والفيديوهات الى اخره زي ما شرحنا قبل كده. كل ده لانه بقى معاك على نفس الشبكه. شفت بقى كميه المخاطر اللي ممكن تبان للبعض على انها حاجه بسيطه وسهله جدا، لكنها مهمه وخطيره فوق ما تتصور. نيجي بقى لازاي تقدر تتجنب انه يحصل لك كده. اولا لازم نامن الراوتر بتاعنا، وده كنا عملنا حلقه عليه بالتفصيل عن ازاي تقدر تامن الراوتر بتاعك، تقدر تروح تشوفها، هسيب لك اللينك في الديسكربشن. ثانيا في حاجه انا عايزك تكون مفعلها من دلوقتي على موبايلك. هتيجي كده على السيتنجز او الاعدادات، وفي السيرش هتبحث عن حاجه اسمها بين ويندوز وهتفعلها. لو عايز مكانها بالظبط هتلاقيها في الاعدادات بايومتريكس اند سكيورتي، تحت كده اذر سكيورتي سيتنجز، وهتلاقي هنا بين ويندوز، فهنفعلها. وبعد كده لو حد طلب موبايلك علشان يعمل مكالمه او يشوف صوره او يتفرج على فيديو او يلعب جيم او ايا كان اللي هيعمله، تقدر تعمل بين زي ما هنشوف دلوقتي بنفس الطريقه. هنفتح الفون على كيباد وهنضغط هنا، ومن فوق هنضغط هنا، فهيطلع لنا اكتر من اوبشن. هنختار بين ذيس اب، هتجيلنا رساله كده لو عايز تفك البين ده هتضغط هنا وهنا مع بعض في نفس الوقت. لكن لو عمل كده وحب يطلع ناصح هيطلع بره خالص وهيحتاج باسورد الموبايل اصلا علشان يعرف يدخل تاني، فكان غير كاشتر رينج. وبكده انت حجمته فما بقاش عارف يتحرك ليمين ولا شمال جوه الموبايل، بس انه يطلب الرقم او يتحرك جوه المكان او الابلكيشن اللي انت حددته ليه. وطبعا زي ما قلت تقدر تجرب الكلام ده مع اي ابلكيشن، فجرب كده وقول لي لو في اي مشكله حصلت معاك. وزي ما قلت دي كانت مجرد طريقه بسيطه جدا، وقدام هنعرف اكتر من طريقه تدريجيا لحد ما نوصل للمستويات المتقدمه اللي بيلجأ لها الهاكر في عمل هاك عليه، وازاي تقدر تتجنب انه يحصل لك كده. ارجو ان اكون افدتكم، ويا ريت ما تستخدمش اللي انت بتعلمه هنا علشان تاذي بيه اي حد، ده للمعرفه فقط، وانك تاخد احتياطاتك عشان ما يتعملش عليك هاك. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من تركات الهاكرز. وما تنساش تشير الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، واستنى الفيديو الجاي. سلام.